السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة أخبار المساء، وهذا أبرز عنوانها: وفاة امرأة في الثلاثين من العمر بسبب عنف زوجها. قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسى الإعجاب بالفيديو ودعم القناة بالاشتراك ليصلكم الجديد. أمرت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بسطات مساء الأمس بإجراء تشريح طبي على جثة امرأة ثلاثينية لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، وذلك للاشتباه في تعرضها للعنف من قبل زوجها قبل وفاتها نتيجة سوء تفاهم عائلي بينهما بمدينة برشيد. وأفادت مصادر مطلعة بأن ثلاثينيا دخل في مشادة كلامية مع زوجته بسبب خلاف عائلي ببيت الزوجية بمدينة برشيد، قبل أن يوجه إليها لكمة على مستوى الرأس، وهو ما أدى إلى سقوطها وفقدانها الوعي في البداية. وأضافت المصادر ذاتها أن الزوج احتضن ابنته الوحيدة وظل ينتظر استفاقة زوجته من الغيبوبة، إلا أنه بعد فقدان الأمل بسبب طول الانتظار وتأكده من وفاة الزوجة، أخبر بعض الأقرباء، إذ جرى الاتصال بالشرطة القضائية ببرشيد، والتي انتقلت إلى مكان الحادث رفقة عناصر تابعة للفرقة التقنية والعلمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.